حسين الخليفاوي ايه انا جبته وانا اللي نسقت ويا من نسقت. وانا اللي طلبت احمد الجعفري إيه وتفاجئت احمد الجعفري ما موجود. الحكي طويل. الحمد لله. الحمد لله والشكر، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف الله سبحانه الحمد لله وتعالى على شنو؟ يكشف القبورية ويكشف يعني شنو الحمد المدلسين. لله؟ اسمعني، الحمد لله على هذا الكلام مالتك اللي قاعد يصدر وتكشف كذب وتدليس أحمد الجعفري. يا وانت نفسيتك تقول تفاجأت ما لقيته، لا إله إلا الله. انت نفسك تقول تفاجأت وما لقيته، يعني هذا هروب لو ما هروب؟ استاذ محمد يا أخي هذا هروب لو ما هروب. تعالوا ياي وخلونا نشوف شنو السبب اللي جعل أحمد الجعفري يهرب من المناظرة مع الصرخية. ليش؟ احنا نريد نعرف السبب ليش ما صعد أحمد الجعفري وصعد ذول اللطامة بداله. نت ما موجود. شلون؟ لا في ايران نت ما موجود. في ايران كان نت ما موجود. سمعت اخوان؟ عذر الهروب لأحمد الجعفري كان بسبب النت، لأن النت في إيران مقطوع. طبعا سبحان الله حبل الكذب قصير، وهاي الأمور ما تعبرنا، لأن أستاذنا الصرخي هو المحقق في التاريخ. لاحظوا تاريخ موعد المناظرة على قناة حقائق الأديان المصادف 6 نوفمبر، وفي نفس التاريخ وفي نفس اليوم نلاحظ على قناة أحمد الجعفري اللي هو بإيران ومقطوع النت عنده محاضرة على قناته. من أين جاء النت لأحمد الجعفري والنت مقطوع في إيران؟ قلنا لكم حبل الكذب قصير، يا مدلسة يا كذابين. والسلام عليكم.